مشاهدينا هذا هو مكان الاعتداء اللي ترشق به هذا المنزل بالحجارة، ماشي حتى منزل، اعتبروه عشة فين ساكنين هاد الناس مساكن حاليا نظرا لشي ظروف عائلية خاصة غادي نذكروها في فيديوهات أخرى إن شاء الله الرحمن الرحيم بعد الانتهاء من موضوع الاعتداء اللي تعرضوا ليه. بعد ما كانت حاطة هاد العائلة بعد الحاجيات الخاصة ديالها هنا في جنب نقولوا العشة مرة أخرى. كيف ما كتشوفوا هذه التتمة ديال حوايجهم مساكن فين واضعينهم. جا شي شخص ما عرفناه جانح أو لا قاصر ولا كيف ما بغى يكون الشخص ديالو، وحاول أنه يسرق حوايجهم. دخل رب الأسرة طلب منه أنه يمشي في حاله، لكن الشخص ما تقبلش الوضع. هذا حسب ادعاء رب الأسرة، ما تقبلش الوضع، بدا كيتساب معه. الأسباب غادي نعرفوها في البث المباشر اللي غادي نطلقوه إن شاء الله الرحمن الرحيم بعد قليل، وغادي نسمعوا منهم باقي التفاصيل. هاد لي زار هو اللي نزل عليه الحجر، هادشي راه عايناه وغادي نشوفوه في الفيديو من أعلى هاد العمارة. درت ينزل عليهم ضربات الزوجة، تقصحات في الكتف ديالها، والمسكينة ما لحقاتش انها تاخذ شهادة طبية لأسباب مادية خاصة. والعوز اللي كتعيشو الأسرة واخا دارت الراديو ما بغاوش يسلموها لا التقرير ولا الصورة باش تحصل على شهادة طبية، حيت ما عندهاش الفلوس. هادشي باقيين كنعيشوه في بلادنا وهذه ادعاءاتها. وبعد ما مشات عند المصالح الأمنية اللي طلبات منها في الأول ديال الديمومة كتقول بأن الدائرة 20 ديال سيدي معروف حي ناسين هي اللي مكلفة، كتفاجأ بأنهم ما جاو داروا معاينة حتى شي حاجة من هذا الشيء. وهذا الشيء جا على لسانه وغادي نسمعوه في البث المباشر. إضافة أنهم رشدوها باش تمشي للدائرة اللي موالية ليها، حتى هي مشات ليها وقالوا لهم غادي نكتفيو بالفيديو اللي دار الزوج، نكتفيو بالمعاينات ديالو. ولحد الساعة ما توصلت لا باستدعاء لا حتى شي حاجة من هذا القبيل، لذا ولأجله قرروا أنهم يخرجوا للإعلان رغم أنهم أسرة ملتزمة وماشي يدير هذه المشاكل. مي الغالب الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وباقي التفاصيل غادي نسمعوها في البث المباشر إن شاء الله على لساننا. واحد الوضعية كيسكنوا فيها لا إله إلا الله، معهم ما يقارب 4 ديال الوليدات. الوضع راكم غادي تشوفوه في خير إن شاء الله. خير خير خير، لا حول ولا قوة إلا بالله. وكنتمنى من خلال هذا الفيديو أن أي محسن قدر يساعدهم بشي حاجة، ومن بعد الفيديو ديال البث المباشر كذلك اللي غادي يسمعوا منهم على لسانهم اللي يساعدهم بشي حاجة ولا يقدر يوفر لهم سكن، فبالتوفيق إن شاء الله وله الأجر. والسلام عليكم ورحمة الله.